مشروع قانون فيما يخص النقود كريبتو اكتيف رقميه، وضعناه ما بين الان في الكتابه العامه ديال الحكومه، وطلبنا على انه يعتبر من الاولويات نظرا لهذا الشيء اللي تتقول، لان كاين الاحصاءات ما عندناش احصاءات اللي هي زعما حقيقه يمكن الواحد يرتاح لها، ولكن تنشوفوا ارقام تقول المغاربه تيتعاطوا لهذه العمليات الى اخره. لذا احنا طلبنا من الامانه العامه للحكومه ان هذا المشروع القانون يكون من الاولويات اللي يمر امام البرلمان واللي تنظر فيه، لان هذا اطار قمنا به ماشي بوحدنا، لان كان هناك الاعانه التقنيه لا البنك الدولي ولا الصندوق الدولي. خدينا كيف كنت قلت لكم في الاجتماعات ديالنا السابقه بعين الاعتبار لا التجربه ديال الدول الاخرى، ولكن كذلك حتى التوصيات الاخيره ديال لو جيفا ديال المجموعه ديال 20. لذا تنظن على انه، ودابا تيقولوا مثلا نمشي انا التجمعات ديال البنوك المركزيه تقولوا على انه المغرب من الدول الاولى اللي وضعت اطار قانوني. اذا هذه النقطه هذه سواء اللي تيتعامل بها او ما يتعاملش به، احنا بالنسبه لنا الاهم هو هذا الاطار القانوني يخرج في اسرع وقت ممكن يهنينا، لان ذاك الساعه تنعطيو فيه كيفاش يمكننا نعطيو لي زاغريمون، كيف يمكننا نتبعوه، كيف نراقبوه، كيف يكون عندنا المعطيات لو ريبورتينغ، المعطيات تجينا الى اخره. دونك حنا هذا هو الاولويه ديالي. الاولويه ديالنا مشروع فديناه خدمنا فيه سنتين او اكثر على 3 سنوات، الان فد الامانه الحكومه تنطلبوا تفتح معنا المناقشه في اسرع وقت ممكن، باش اذا عندها اعتبارات او باش اعاده النظر في بعض الفقرات نسرعوا بها، ويكون من الاولويات اللي يمروا امام البرلمان باش يكون عندنا اطار قانوني.